كذب. القاضي إذا حكم لي راح يطلقني، وأحمد راح يقدر يتزوج مرتك براحته. كذب. أنا ما أريد أحمد يرجع لي. كذب. الحل أنا أتطلق من أحمد وكل ما يروح يشوف حياته. كذب. لا، أنت راح تشرب قهوتك وتتفضل تطلع برا وجهك ما أريد أشوفه. كذب. هاي قهوتك، نزل رجلك، طفي جيجارتك. طبعا أنا آسف لأنه جيت للبيت بدون ما أتصل. أعرف عندكم ظروف صعبة ومشاكل كلش هواية. لا عادي، ما صار شيء. شوفي أنا حالي من حالك، يعني هم بيتي مهجوم. شنو؟ يعني أقصد علاقة رجلك بطليقتي مأذيتني. زين. فمن مصلحتنا أنا وياك نفلش هذه العلاقة. شلون نفلشها والله؟ أنت مو رافعة دعوة على رجلك؟ تدزين علي شاهد. أنا أجي أوقف بنص المحكمة وأقول له سيادة القاضي هذا النذل أحمد، طبعا عفوا يعني أقول له نذل بس قدام القاضي. لا عادي، هو فعلا نذل. المهم أقول له هذا النذل أحمد غرر بمرتي وقشمرها وخان هاي المسكينة اللي هي أنت، وأنا عندي أدلة يعني مصورهم بالمطعم باب البيت وعندي تسجيلات صوتهم عليهم. هنا القاضي راح يحكم إليك. القاضي إذا حكم لي راح يطلقني، وأحمد راح يقدر يتزوج مرتك براحته. كذب. والله. يعني أنا بهاي الحالة مو من مصلحتي إنه أنت تكسبين القضية. ليش تشوف؟ والله ما أدري، أنا قلت أجي هنا أفكر أنا وياك حتى نلقى حل نفلش علاقتهم. وليش نفلش علاقتهم؟ حتى نوار ترجع لي وأحمد يرجع لك. أنا ما أريد أحمد يرجع لي. كذب. والله. والحل؟ الحل أنا أتطلق من أحمد وكل ما يروح يشوف حياته. كذب. والله. وأنا شو استفاد؟ لا، أنت راح تشرب قهوتك وتتفضل تطلع برا وجهك ما أريد أشوفه. كذب. والله. لا عاد أنا آسف لأنه جيت وطوشتك. لا عادي، اشرب قهوتك ويلا. لا ما يحتاج، واعتذر مرة ثانية.